السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي قناة جاتو في جاتو. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعضينا تورتاية مستطيلة الشكل. تعتبر شوكليت كيك ولكن بدون شوكولاتة. هنعملها في البيت وفي الخلاط وكمان ببيضتين اتنين بس. سهلة جدا وبسيطة وكمان اقتصادية، واللي هيشوفها هيقول انك انت شارياها من بره، ولكن هو ما يعرفش انك انت عاملاها في البيت بكل سهولة وبكل بساطة. تابع معايا الفيديو للنهاية إن شاء الله تستفيدي، وكمان في تريكات وملاحظات لازم تعرفيها أثناء الفيديو عشان يخلي الكيك طري وهش معاكي. بس حابة أقولك الأول، لو أنت أول مرة تشوفي قناتي يا ريت تشتركي وتفعلي الجرس وتحطي لايك للفيديو لو عجبك، ويلا بينا نشوف التورتاية دي اتعملت إزاي. اول حاجه كده في البوله انا هنزل بيه كوبايتين من الدقيق، يكون متعدد الاغراض او يكون خاص بالكيك. هنزل عليهم بكيس كيك شيف، ده بالظبط 23 جرام او اي بيكنج باودر متوفر عندك. ربع معلقه صغيره كده من الملح، ونص معلقه من الكربوناتو او البيكنج صودا، وده يكون خاص بالحلويات. 3 معالق كبار كده من الكاكاو الاسباني الغامق اللي هو بدون سكر او الغير محلى، ده نوعيته كويسه جدا جدا. هنقلب كده كل المكونات ونركنهم على جنب، وهنجيب الخلاط وهستخدم بيضتين اتنين كبار يكونوا بدرجة حرارة المطبخ، كوباية من السكر ونص معلقة من الفانيليا، معلقة كبيرة من الخل، وكوباية كبيرة من الحليب الدافئ، ونص كوباية من الزيت أو السمنة أو خليط ما بينهم. وطبعا هضربهم كويس جدا في الخلاط لغاية ما يدوب معايا السكر تماما، ويعني يعمل لي رغوة كده علشان كده أتأكد إن هو اتضرب كويس. هقلب طبعا كويس منع أي تكتلات، وهنزل كده في صينية مستطيلة الشكل مقاس بالظبط 25 في 35، وهكون دهناها سمنة ومبطناها بدقيق. لو حابة تحطي ورق زبدة في القعر مفيش مشكلة، هتطلع معاكي برضو بكل سهولة. وهدخلها الفرن على درجة حرارة 180 في وسط الفرن لمدة نص ساعة، أو لغاية ما يطلع معاكي طبعا عود الخلة نضيف. تمام، أنا هقسمها كده نصين اتنين بس. نيجي بقى للجناش، هستخدم كوباية ونص من يا الحليب، يعني ممكن تستخدمي كوباية ونص كله من الحليب، يا اما كوباية من الحليب ونص من المية، معلقتين كبار من النشا، ونص كوباية من السكر، وثلاث معالق كده كبار من الكاكاو، ونص معلقة صغيرة من الفانيليا. واقلب كده كل المكونات ديت مع بعضيها كده على النار لغاية ما يربط معايا بالشكل ده. انا هجيب معلقه كبيره كده من السمنه البلدي واحطها كده في النهايه لو انت مش متوفر عندك زبده، وهنزل بقى كده في بوله صغيره، وده القوام بتاعه قبل ما احطه في الفريزر، سلس كده وطري. طبعا انا هغطيه بعد كده واحطه في الفريزر يشد معايا ويكون ساقع. هضيفه بعد كده على الكريمه عشان يكون دوت بديل للشوكولاته اللي انا هحطها. طبعا لاحظوا ان انا ما حطيتش اي شوكولاته. لو حبيتي تعززي الطعم شويه ممكن تحطي مكعب شوكولاته كده مقدار 50 ل 60 جرام. ده القوام بتاعه. هنيجي بقى للكريمه، هستخدم كوبايه ونص من الميه المثلجه جدا، وكوبايتين من الكريم شانتيه البودر اللي بدون سكر، وثلاث معالق كده من السكر البودر، وهقلبهم كده في الاول خالص، وهحطهم طبعا في العجان يتضربوا معايا، وهنزل عليه بالجناش اللي احنا عملناه من شويه، وهرجع تاني اضربهم في العجان ولكن مده قصيره جدا جدا يا دوبك بس يتخلطوا ببعضيهم علشان كتر الضرب بيخليه طري. فانا عايزه القوام يكون تقيل بالشكل ده، يعني لو قلبت العجان بالشكل ده ما ينزلش معايا بسهوله. انا بقى هحشي. طبعا انت الكيكه ديت لو انت هتحشيها في نفس الوقت، يعني انت هتسيبيها تهدى بعد ما تطلعيها من الفرن وتشتغلي بيها على طول، بتكون طريه جدا وكمان بتستقبل الكريمه وبتتشربها، فبالتالي بتكون طريه جدا. اما لو سبتيها بقى تاني يوم حبيتي تحشيها فلازم تسقيها، ده تركه مهمه جدا جدا لازم تعرفيها. ولازم لو بيتي الكيكه ديت والنوع ده بالذات من الكيك لازم تسقيه.
طبعا المعلقتين الجناش اللي انا وفرتهم حطيتهم كده من فوق الكريمه، وهجلس وهحشي بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده، طبعا باي طريقه انت حباها، من فوق ومن الجناب. انت ممكن تستخدمي كوبايه ونص بس من الكريمه، مفيش مشكله. الكوبايتين دول بالظبط بيعملوا 250 جرام من الكريمه، يعني ربع كيلو من الكريمه. طبعا عشان عارفين ان دي كيكه عائليه، يعني كيكه كبيره وحجم عائلي، يعني حجم عائلي، مش تورتايه صغيره. تمام، هتقطع معاكي كتير. وهنجلس بالشكل ده من الحروف ومن الجناب ومن فوق، وبتاخدي طبعا راحتك خالص. من الجناب بقى انا بجيب البلبله بتاعه اوراق الورده، وهعمل بيها كده طريقه زجزاج او كرانيش كده من الجناب بشكل بسيط كده، وبسيط وفي نفس الوقت شكله جميل. هنعمل بقى كل التورتايه بالشكل ده للنهايه. هنعمل الإطار اللي هي الجوانب فقط. هستخدم بقى البلبلة بتاعة اللي هي بتاعة البيتي فور، أي بلبلة عندك، والتزيين طبعا ده اختياري، ممكن يرجع لك انتي. وهعمل كده روزيتات بسيطة خالص من فوق كده كإطار كل جوانب التورتاية، وخليكي مركزة معاه كده بحيث ان تطلع روزيتا كويسة. طبعا اللي فاض مني انا بعمل روزيتات كده بشكل عشوائي في اي مكان. دي بلبلة تانية هعمل كده روزيتا كده شبه الوردة. استخدمت برضو كريمة لونها أبيض بنفس البلبلات، يعني عشان يكسر لي اللون البني ده. حطيت كريز بلونه بني، ومعاه كريز لونه أحمر عشان برضو يكسر لي الألوان دي. وفي الآخر حطيت كده في المنطقة الفاضية ديت فرم سل لونه بني بالشكل ده. ده الشكل النهائي للتورتايه بتاعتنا. شكلها جميل جدا، وكمان اللي هيشوفها يقولك انك انت شارياها من بره، ولكن محدش يعرف انها معمولة في البيت، وكمان ببيضتين اتنين وفي الخلاط. يعني اقتصادية وسهلة جدا، وخاصة للمبتدئين. لو انت اول مرة تعملي تورتايه ابتدي بالتورتايه ديت. سهلة وهتعجب اولادك جدا، وكمان هيطلبوها منك على طول لانها سهلة، وكمان ما بتاخدش وقت كتير في عمايلها او حتى وجودها في الفرن. ده الشكل النهائي بتاعها. وكمان شكلها متناسق، وانت لو حابه تحشيها بكريمه كتير علشان يطلع شكلها بالمنظر ده مفيش مشكله. عايزه تقللي الكريمه برضو دي حاجه ترجع لك انت، زي ما اتفقنا يا تستخدمي كوبايتين من الكريمه يا اما كوبايه ونص، يعني الكوبايتين بالظبط بيعملوا ربع كيلو من الكريم شانتيه. طعمها جميل جدا، طريه وخفيفه جدا. وزي ما اتفقنا لو انت هتستخدميها في نفس اليوم هتعمليها وتحشيها على طول، يعني بعد ما تبرد مباشرة بتكون طرية. وهتطلع معاكي كمان بكل سهولة من الصينية بتاعتها. لو هتسيبيها تاني يوم في الصينية بتاعتها هتشد معاكي شوية، لكن لازم تسقيها في الحالة ديت بسيرب أو بلبن أو حليب. ده الشكل النهائي بتاعها. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسونيش في اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.